بسم الله الرحمن الرحيم. مدينة فوق محافظة كفر الشيخ. الحقيقة أنا ماشي بظروفها فلقيت تكدس أمام محل أسماك، ومش عارف إيه الحكاية دي بالظبط. السلام عليكم. أسألك أنت بيه، صلى على النبي. إحنا بنحارب الغلاء واحنا مع الغلبان، صح ولا لا؟ كلنا احنا مع الراجل الغلبان والله، يعني الناس كلها مستويه على الاخر يعني. فمعنى ان انا اشوف المنظر الجميل ده والتكدس ده يبقى اكيد في حاجه غريبه. الناس مش هتيجي يعني تاخد حاجه غاليه يعني، صح ولا ايه؟ طب ايه الحكايه؟ كان احنا بنبيع السمك ابو 5، وكانت في ناس خمسة ايه؟ ب5 جنيه؟ من 5 جنيه. وريني كده، وريني يا عم. 5 موجود اهو. وريني يا فندم. وريني ابو 5 حضرتك اهو، ابو 5 اهو. ابو 5 عندنا ب 10 وب 15 لحد 30. واحده بقى، ده ب 5 اهو. واحده عليا 5 جنيه يعني. واحده عليا ب 5 اهو، ب 5. ده ب 5 جنيه الكيلو. واسال الناس عندك كده تقول لك ابو 5 وابو 10. انا قريت بعض البوستات، انا معدي بظروفها عشان تبقى انت. ده بكام ده بيه؟ بكام؟ ده ب 25 ب 30. وده بكام يا اسطى؟ ده منه بيطلع منه ابو 5 وابو 10 وابو 20. ده على بعضه لسه، ده على بعض. منه ايوه، ده بيطلع منه بعض البوستات. معلش، وبظروف حضرتك انت اللي تيجي ونتكلم وبتاع. وانا هجيب لك الراجل صاحبي كمان اللي هم ما بيرضوش يبيعوا بره، بيبيعوا لاولاد البلد. يعني هو بيبيعوا. لا بس واحده عليا كده عشان ايه الناس تستوعب اللي احنا هنقول. واحده عليا. اسال الناس اهو. حضرتك بتلف. لحظه هنسالك. وبتقول ان في سمك ب5 جنيه يا اخوانا، وفي ب 15 وفي ب 10. الناس بتيجي مش بتلاقي. حضرتك بيجي همت مش بيلاقوا، صح؟ لكن انا هو ده بقى اللي حضرتك بتتكلم عنه. حضرتك هو ده ساعات تبقى الكميه صغيره، تمام. لما باجي من اللف بيكون خلص بيبقى غصب عن الزبون بيجي ما بيلاقيش. طب ايام ايه عشان الناس تبقى عارفه؟ هو حسب بقى المزرعه ما بتطلع بتاعه الحاج. تمام. يعني الايام بتاعه مزرعه اللي هو سمك الحاج. ايوه، سمك الحاج احمد شنين بتاع الحاج احمد شخصيا. تمام. عشان هو كده بيضحي في ثمن، بيوكل الغلاء. واسال الناس كلها موجوده. تمام. يعني احنا بنساله الناس. قول لي يا فندم، انت اشتريت من السمك ده؟ اشتريت مره واثنين وثلاثه من عند الحاج بكام؟ كيلو بكام؟ اشتريت ب 5 جنيه واشتريت ب 10 واشتريت ب 15. ايه رايك في اللي الحاج احمد بيعمله ده؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له يا رب. والله يا استاذ صلاح، على فكره احنا مش بعمل دعايه، والناس كلها عارفه ان انا دغري ماليش في الايه. والله بتاع الغلابه. تاكل من الشبعان تشبع، تاكل من الجعان تجوع. الله كلام كبير. بصراحه انا مبسوط. انا مبسوط من اللي بيحصل ده في الظروف. الراجل ده احلى راجل والله العظيم. وكلنا السمك رخيص وهو لوم عليه على الشرب دي ومشار 12. كل التحيه والتقدير للحاج احمد شنيط. الحاج احمد ده راجل محترم، وكان حتى السمك هنا الكيلو ب 5 جنيه وب 10 جنيه وب 20 جنيه. ده الموضوع كبير باين ولا ايه؟ ابو 5 اهو، ابو 5 اهو، ابو 5 اهو. طب احنا بس نستاذن حضراتكم. الحاج احمد اهو ده سمك. السلام عليكم. ازيك يا عم الحاج؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ انت قالب الدنيا كلها خير يا رب. انت بتعمل ايه؟ احنا بنوكل الغلابه، عاوزين الناس تاكل، عاوزين الناس تحس بالناس. وده عشان من عندي انا بعتبرها اللي هي ثقه المزرعه. من عند حضرتك من المزارع بتاعتك. السمك اللي انا ببيعه ب 40 ده تجاري في البورصه ب 50. البور الصغير ده انا ببيعه ب 40 جنيه. انت جايب لاهل بلدك ولناسك وحبايبك. بيتباع ب 60 جنيه. ايوه، ببيعه ب 60 جنيه هو بره تجاري ب 70. وببيعه للناس ب 60 بس. احنا هنتكلم بس على الزحمه دي والناس اللي جايه من كل مكان. 5 وب 10 وب 15 وب 20. والكبير ب 25 او وريني واحده. مش عايز يستوعب معايا. يعني مشغول بالناس، يعني مش عايز يمسك اللي عنده خالص. جميل. قول لي يا حاج احمد، انت بتعمل كده ليه؟ انا بعمل عشان انا حاسس بالناس، ودي مزرعتي. انا بفك على الناس بيه. تمام. عشان انا حاسس بالناس ده في الايام الكريمه الحلوه دي. تمام. السمك ب 25 جنيه بيتباع بره ب 50. ب 40. انا ببيعه ب 25. المزرعه بتاعت حضرتك، وانت بتساهم علشان خاطر الناس الغلابه في المبادره بتاعت السيد الرئيس. أيوة. احنا برضه وطنيين وبنساعد الناس. بنشارك في الناس. طبعا. ايوه. واحده من دول مش لاقيه نجيب. احنا مستمرين كل يوم بهذا الشكل. احنا عندنا 3 ايام في الاسبوع. ايوه، قول للناس ايام ايه؟ طب ممكن بس نخش شويه عشان الشمس.
بص شويه شويه كده. 30 جنيه. قراميط ب 30. احسن قراميط. ايه يا عم اللي بيحصل ده؟ انا بحس ان انا في مكان تاني مش من فوق. من رحم الازمه، خليك معايا بس يا حاج احمد كده ثواني عشان نمشي. من رحم الازمه بتولد الرجال. بنشارك عشان بنشارك. الأزمة بتاعت الناس. تمام. بنساعدهم عشان ده اهالينا واحنا نحس بيهم. انت عندك احنا نساعد اهل بلدنا دي. عندك كل ركز معايا الحاج اللهم صل على 60 جنيه اهو. كده ب 60. 3 كل 3. احنا بس خلينا في الايه، في الغلبان والسمك اهو. ده بكام؟ ده بكام يا حاج الصغير اللي الراجل بينقي منه؟ ده ب 15 اللي بينقي منه محمد. اجري كمان يا عم. الموضوع كبير يا اخوان، الموضوع كبير. عشان في ناس حق ده. لا مش هنتكلم عن حد، مش هتكلم عن حد. بيقولوا احنا ما بنقول. حاسس ان انا في مكان تاني غير في قوه يعني. احنا بص، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب وعرف العود. انا شايف كميه كبيره جدا جدا جدا. انت حضرتك جايبها من الاسماك الاقتصاديه اللي هي من سعر 5 جنيه لغايه 15 25 جنيه. تمام. فاحنا بنقدم لك كل الشكر وكل التقدير، واي حد هيعمل حاجه للمواطن الغلبان. وفي رمضان مستمرين برضه كل اسبوع 3 ايام. قول لي ايام ايه وايه؟ دي ما اعرفش احددها. دي احنا الميكروفون بيلف ساعه ما بندوره. ايوه. بيبقى مزرعتنا موجوده. بتبقى المزرعه. السمك ده من مزرعتك شخصيا؟ من المزرعه بتاعتنا شخصيا. أيوة. تمام. واخدينها من اللواء الحسين فرحاء. الثروه السمكيه. تمام. احنا مش هنسمي اسماء، لكن احنا بننقل الصوره واضحه. الناس جايه يا اخوانا، والناس عارفه دلوقتي وفاهمه ايه اللي بيحصل في الدنيا، وهي بتمشي ورا اي حاجه تكون رخيصه يعني ومتواضعه. الفلوس بيحل ازمه الحاج احمد شنيط. بياكل ب 20 بياكل ب 5 جنيه كله بياكل. زي ما احنا شايفين. حتى الحاج احمد مش فاضي يتكلم معايا. الحريم هنا اهو. انا مش هسال حد، الصوره بتتحدث عن نفسها. والزح ممكن تعديني بس نشوف ناخد لقطه. الوضع يا اخوانا زي ما انتم شايفين كده. الحاج احمد شنيط كسر الدنيا بالاسعار اللي هو عاملها. بكام بقى ده عشان عيننا جت عليه يعني؟ وجمبري موجود عندنا اهو ب 200 جنيه تجاري. 200 جنيه بلدي. ماشي. يعني في الغالي وفي الرخيص. اللي يهمنا في القصه دي كلها ان في الاسعار من 5 جنيه سمك 5 جنيه 15 20 25. طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم الدنيا مقلوبه هنا عند الحاج احمد. وفي برضه السمك الكبير وفي كل انواع الاسماك موجوده. هي احنا بنحييه بجد، بنحييه. واي حد هيعمل كده، عشان بس محدش فاكر ان انا بعمل كده دعايه لحد، لا والله ابدا. انا لما عديت المنظر شد انتباهي، لفت نظري. اي حد هيعمل حاجه للغلبان في الشهر الكريم انا مستعد اجي لحد عنده واسجل معاه واعلن عن الحاجه اللي بيعملها لوجه الله الكريم، خالصه لوجه الله. تمام. فاحنا بنقول لكل الناس يا جماعه الحاج احمد شريط عنده سمك ب 5 جنيه و10 جنيه و15 جنيه، وعاملها كده صدقه لوجه الله الكريم من المزارع بتاعتهم. زي ما انتم شايفين تكدس في شارع المركز. انقلاب الحقيقه، انقلاب النهارده في شارع المركز، مركز فوة محافظه كفر الشيخ. ويا ريت الناس تحتذي حزو الحاج احمد شنيط وتعمل زيه في كل المراكز والمحافظات. اللي يقدر يعمل ده في الظروف الصعبه اللي احنا فيها يبقى جزاه الله كل خير. حاج احمد احنا بنشكرك باسم كل الغلابه، بنقول لك متشكرين. احنا تحت امرك وتحت امر الناس، وربنا يقدرنا على فعل الخير ونعرفه نساعدهم. ارجوك استمر، مالكش دعوه بحد، استمر. اللي انت بتعمله ده خدمه وطنيه، يعني يتعلق بالامن القومي كمان. يا باشا احنا ان انت توفر للناس الوطنيه. احنا بنحس بالناس اهالينا ده عشان اهالينا، وعارفين ان هم ما ينقصوش يجيبوا كيلو السمك ابو 70 و80. الحقيقه لا فعلا. واحنا تحت امر الناس، واحنا وطنيين ودي مبادره بنعملوها مستمره في شهر رمضان طول شهر رمضان. مبادره خاصه من الحاج احمد شنيط من مركز فوة محافظه كفر الشيخ. الاعلان عن بيع الاسماك بارخص الاسعار بدايه من 5 جنيه. انا عايز الدنيا كلها تشوف الفيديو ده يا اخوانا.
وتشيروا علشان خاطر نحارب الغلاء، ونقول ان لسه في الدنيا حاجه كويسه، ولسه في ناس بتحس بالناس الغلابه، وناس يعني بتعمل حاجه لوجه الله الكريم. مش مهم يوم او يومين او 3 ايام في الاسبوع، هو اكيد مش هنقول مش بيكسب، لكن هو عامل يعني هامش ربح بسيط جدا. والدليل على ذلك كل الناس المتواجده ديت، كل الناس اللي جايه تشتري من كل الاعمار ومن كل البلدان من امام فسخان النيل الوحيد في فوق جميع الاسماك، مركز فوق محافظه كفر الشيخ، الحاج احمد شنيط. ننقل لكم هذا الحدث المؤثر جدا، ويا ريت كل يوم نبقى في مكان يبقى فيه الحاجه كويسه. شكرا جزيلا.